السلام عليكم. كنتمنى هذا الفيديو يلقيكم في احسن الاحوال ان شاء الله. فيديو جديد، وصفه جديده. الوصفه ديال اليوم هي الكيك، ولكن ماشي بحال الكيكات العاديين، الكيك باللوز. بقاو معايا الاخير ديال الفيديو باش تشوفوا الطريقه والوصفه كامله. غندوزو المقادير على بركه الله. في العجانه اولا بالخلاط الكهربائي غنديروا 5 البيضات، نزيدوا عليهم كاس ديال الكريمه السائله، كاس ديال السكر حبيبات، 14 غرام ديال الفاني، كاس ديال الزيت. نخلطوا المكونات مزيان. بعد ما خلطنا الكل مزيان غنزيد على الخليط ديالنا 2 كيسان ديال بودره اللوز. غنردو كل شيء في الخلاط يتطرب لينا مزيان. نزيد عليهم 2 كيسان ديال الدقيق و 7 غرام ديال خميره ديال الحلويات. نردو كل شيء يتخلط مزيان بحال الكيك العادي الا هو فيه اللوز. غنخلطوا الخليط ديالنا مزيان ونخويوه في اللاطه ديالنا اللي مدهونه بالزبده ومرشوشه بالدقيق. نخويو فيها الخليط ديالنا كامل وندخلوه للفرن على نار متوسطه يطيب لينا من التحت، ونهبطوه يتحمر لينا شويه من الفوق. نزينوه بالحليب المحلى المركز، نهبطوه مهم كل واحد وعلى مول اللي غيدير فيه. انا درت في هذا المول. غنزين هكا كي كتشوفوا دوك الخطوط اللي عندي غندوز فيهم كامل الحليب ديالي. من بعد نزوقوه بشويه ديال اللوز افيلي اللي كيكون محمر. وهنا نكون ساليت الكيكه ديالي اللي كتجي بنينه ورائعه. الصراحه المذاق ديالها شي حاجه زوينه وجديده. كنتمنى الوصفه تعجب لكم، وطبعا الا عجبت لكم ما تنسونيش بلي لايك ديالكم والكومونتيرات، وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء. وهنا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.